ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. المباراة في إثارتها القصوى، يا لها من ليلة، يا لها من قمة، يا له من تيفو. كان هنا في هذا الجانب بالنسبة لجماهير النصر بانتظار الرد في الجانب الآخر، بالتأكيد من جانب جماهير الهلال. يا لها من مباراة، عذرا لكل قمم العالم ودربياته وبالتأكيد كلاسيكيات. الضوء هنا كبير جدا، القمة هنا تستحوذ على أنظار العالم. المباراة التي يتم نقلها في أكثر من 110 دول، المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة جدا، قمة نجوم العالم. يا لي دقات القلوب، أكاد أن أسمعها، يا لدقات القلوب. إنه درب الخوف، درب الخوف. يا للشعور الذي يحيط بهذا الديربي. تشعر تجاه مترو الهداف، مترو الخطير، مترو لو عدى الصواب. مستحيل يا مترو. أي فرصة ضاعت في الدقيقة الأولى، أي كرة انقضوا عليها أمام برو في مكان. انطلاقة سريعة وصلت إلى مالكوم، بيلعب له كرة تصويبة. مستحيل يا سالم، لو أردت أن تهدرها لن تفعل ذلك. يا سالم ماذا أضاعت؟ يا لجنون الديربي، يا لأخطاء البدايات، يا للربكة، يا للكرات. الكرة تصل في الجهة اليمنى، عرضية وعالية، ولكن الكرة يفقدها، تعود فيها تصويبة. لا 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 يا سالم، يا سالم، هذه الثانية. الكرة بتضيع من قائد الهلال، من كابتن الفريق، من لاعب آسيا الأول، مدافعين، والكرة تصل بعد ذلك إلى سافيتش. الله، مالكوم، لكن التغطية تأتي. لجامي يقطع الطريق في غياب العمري، والكرة بتتقى لماني. ماني بيلعب لك كرة عرضية، تاليسكا استلم، تاليسكا عدى، تاليسكا صوب. يا للهدف الأجمل الذي ضاع، يا للكرة، يا للحل الفردي. المطرب كاد أن يضع أغنية الأولى، كاد أن يقدم جديد. تاليسكا في الديربي لديه 4 أهداف. يا استلامك، استلم مترو، عدى مترو، حاول، لكن ممتازة التغطية والإصرار واللعب بالنار. لكنها تحبك يا نواف، يا نواف، يا نواف، أوقفت قلوبهم. يا نواف، الهلال لا يحتاج إلى الهدايا. انظر إلى كرة كانت من المترو. أولا سافيتش، كرة عرضية رأسية، شوف مترو والكرات الهوائية. إنه الضغط ولابورت في اللقطة الماضية حظا عليها. ما زالت نصراوية بين أقدام اللاعبين، لكن في معاناة للخروج بالكرة، وبالتالي الكرة والمجهول بيرسل الكرة إلى ساديو ماني. ساديو في مكان كريستيانو، تصويبة، تهديد ثاني للنصر، لكن الكرة في نص الملعب أو في نص المرمى إلى ميشايل. يا سلام يا كوليبالي، الله الله، يا كوليبالي، الله الله، يا كوليبالي. لماذا لا تكمل دائما انطلاقاتك الجميلة والنادرة؟ لم يبقى سوى السنون. يصل فوفانا، يطلب ساديو، الكرة معه، صواب. لكنها في الطريق، الكرة تصل، ومترو كاد أن يصل إلى المرمى، لكن افتكها نيفيز ممكن العرضية في مكان. مستحيل، عدت يا مترو، الكرة بالطول. انظر إلى الابتسامة، ادرينالين. وهذا الآن مالكوم. لا 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 لا، الهلال أدرى فرصا لا تهدر في منطقة كريستيانو. لو عدى بيرسل الكرة إلى تاليسكا، لو استلم، هناك سقوط، هناك خطأ. هل تعرف من ينتظر هذا الخطأ يا سالم؟ في النصر يسجل كريستيانو ويجيدها تاليسكا، ويحتاجون لتلس أحيانا. كريستيانو وتاليسكا، تاليسكا في مكان، ولكن الكرة تصطدم. تنفست جماهير الهلال الصعداء، الحائط البشري يقف أمام المدفع. في هذا الديربي الكثير من الذكريات السابقة منذ الحقبة الأولى والفترة الأولى، في ديربي ياسر ورادول، في ديربي الوداعية،
واهداف حسين عبد الغني والفريدي، مرورا بعد ذلك الى دربيات السهلاوي، مرورا بعد ذلك الى دربي جح الى سالم، سالم في مكان، مالكم يخترق عرضيه، عادت الى فوفانا، لمسه تعود الى فوفانا من جديد، يسقط. ماذا يقول الحكم في هذه اللقطه؟ لاعبو النصر يطالبون بخطأ، الإشارة تأتي في اللقطة الماضية. لويس كاسترو غاضب ويحتاج، هل كان هناك خطأ؟ هل كان هناك قائمة للنصر؟ فارس نجد يحاول والكرة يقف فيها مرور، فيها تمرير تانيسكا، يا رب مستحيل يا تانيسكا. ما حكاية الفرص التي تضيع أمام هذا المرمى كما كانت فرص للاعبي الهلال؟ سالم عرضية، الكرة تسقط، الكرة تسقط وسعود يصوب، ولكن الكرة بتضيع، الكرة بتروح يا عبد الحميد، يا حبيب يرسل كرة لكن مقطوعة، عادت بعد ذلك من جديد. يا سلام يا الغنام، يا سلام من بين الأقدام، الكرة تعود بعد ذلك. لقطة كما مترو، كريستيانو مترو، لكن الآن سالم عدى، سالم تلاعب، سالم انطلق، سالم صوب، كانت للهلال. الآن نشاهد سعود والعرضية راسية، الله ثبت يسجل دائما للهلال. غاب الساحر وبقي السحر، بقي السحر، غاب نيمار ولم يشعرنا ثبت بذلك. خل ملك الكلام، والله انك شنب، والله انك شنب. يسجل ثبت، يصبح راس الحربة عندما يحتاجون اليه. رقيب وتقدم مهمات. مالكم الى مترو، لو كسر مترو، لو كسر بيلعب الكرة الى مالكم، الكرة تعود الان، كريستيانو يصوب، الشباك الجانبية التي تحركت. اول تسديدة لكريستيانو في الشوط الثاني كانت بالقدم اليسرى، القوة الزرقاء في كريستيانو. تاليسكا ام ان الهلال يضرب بعد ذلك مجددا؟ شوف الكرة فيها خطأ، فيها خطأ. سلامات ان شاء الله. لابور طايح لارضيه الملعب، صراعات الهوائيه نجح من خلالها الهلال. تفاصيل صغيره، كرت اصفر اخر مشاهدينا. كما قدم وانتم لكن لا تكتمل. يا سلام، متابعه مستحيل، مستحيل. هذه اللقطه كان فيها متسللا والغي الهدف الاجمل هنا في الديربي. يا رب على كرتين قد يعودون فيها للفار. شوف الكرة العرضية من ساديو، وشوف الانهاء بعد ذلك مع سعود او كوليبالي. غريب عدى، غريب عرض الكرة من ساديو، لكن وصلت بعد ذلك اخذ مكان في الجهة اليمنى الى كريستيانو، ولكن السقوط والاشتراك مع علي البليهي في هذا التوقيت، والكرة الى خارج الملعب. ضربة مرمى. شوف هذه اللقطة، وينفرد ويبتعد. الكرة العرضية الرأسية، الهلال في القمة، الهلال في القمة، الهلال ينهي القمة ولا يريد غير القمة. مترو المحطات الكبرى، المجنون، المجنون هذا كيف تتفاهم معاه؟ خله يسجل، خله يسجل. الهداف الذي لابد أن يظهر، أن يقول كلمة القطار الهلالي يصل إلى المحطة، ما تضيع فرصة. وراها مترو، وراها مترو. هل كان مترو في اللقطة نتيجة؟ والكرة العالية في مكان، الكرة العالية في مكان. مترو لم، مترو مستحيل، مستحيل. القطار خارج القضبان، لا يمكن إيقافه أبدا ولا السيطرة عليه. الموت قادم، الموت قادم. إنه متروفيتش، إنه متروفيتش، إنه القطار. هذا ما يحدث عندما يخرج القطار عن القضبان، عندما يخرج المترو عن مساره. إنه يصل ويسجل الثاني. المجنون في دقائق الجنون. مترو رجل الدربي الآخر. يا للتمريرة، لا أنت كلام كبير. يا للصناعة يا ثبت، يا للسحر، يا
اللي حضراتكم شايفين طبعا الكراكات لما طهرت هنا كشفت الميه، كشفتها يعني ظهر في الدوار حاجات حضرتك ما تبقاش شايفها. المكان ده لو تفتكروا حضراتكم كان مليان ورد النيل، لما اتشال منه ورد النيل بان ان المكان ده عالي. فطبعا الكراكه فيه، طبعا الكراكتين اللي على الجنب خلصوا، وفي كراكه في الوسط ايه جايه كده، فانا مستنيه ربنا يصلح الحال. هنخليها تغوط لي شويه على شمال الدور من دخله السمكه، لان يا جماعه السمكه بتخش عكس اتجاه الميه. لو الميه ماشيه كده هي تلاقيها دايما داخله عكس اتجاه الميه، ما بتجيلكش كده، تيجي عكس اتجاه الميه. فعلشان كده مدخل الدور من هنا من عكس اتجاه الميه لازم أن يكون غويط هنا عالي. وده طبعا ما ظهرليش الا لما الكراكات نضفت، وان شاء الله بامر الله تعالى هنخلي الكراكه تغوط على شماله دلوقتي في دخله السمكه، علشان لو ربنا اراد حتى لو احنا ما خدناش منه حاجه السنه دي نبقى احنا عملناه للسنه الجايه. هنا في يا جماعه التزام بالدوار، هنا عندنا في البلد في التزام بالدوار، حتى بعد ما الكراكات تطهر. لو حضراتكم شايفين الدوار في الجنب الثاني الكراكات يعني ايه، هم عارفين ان دي هوايه والناس بتتسلى ما بيشيلوش الدوار. فعلشان كده انت ممكن تعمل حاجه في دورك السنه دي تلاقيها السنه الجايه زي ما هي، باستثناء طبعا شويه حشيش يطلع على الشط، يطلع شويه ورديين يطلعوا في الميه، انما دورك بتفضل زي ما هي. واحنا بنشكر الساده المسؤولين عن تطهير الترع والمصارف على ان هم سايبين الناس علشان الناس تتسلى في الدوار. وفي اخر الفيديو بشكركم على المتابعه واشوفكم على خير ومع الف مليون سلامه.